أفضل سورة تقرأ في ليلة الجمعة إذا أردت أن تعطى خير الدنيا والآخرة. من قرأ هذه السورة في ليلة الجمعة وكانت لديك حوائج ومطالب إلى الله عز وجل في ليلة الجمعة، افتح المصحف الشريف واقرأ هذه السورة، فإنها تعطيك من الخير ما لم يعطى أحد من الناس. ولذلك يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ سورة صاد في ليلة الجمعة، اسمع، من قرأ سورة صاد في ليلة الجمعة أعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يعطى أحد من الناس. أي إن الله عز وجل يحقق لك جميع مطالبك. ربما كثير من الناس ينظر الله في مطالبهم، ولكن أنت تختلف ويعطيك ما لم يعطى أحد من الناس. يقول إمامنا الباقر عليه السلام: إلا نبي مرسل أو ملك مقرب وأدخله الله الجنة وكل من أحب من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه. من قرأ سورة صاد في ليلة الجمعة. فنصيحة إلى جميع الأخوة والأخوات: اقرأ هذه السورة، فمهما كانت مطالبك وحوائجك إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يقضيها لك ببركة هذه السورة، سورة صاد في ليلة الجمعة. فشارك هذا المنشور مع أخوانك وأصدقائك لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.